طاجن ورق العنب مع اللحمة الستيك، وصفة من عالم تاني. جبت حلة حطيت فيها السمنة والزيت، بصل وثوم مفرومين، شوحتهم لحد ما خدوا لون اصفر، نزلت عليهم بالصلصة الطبيعي ومعجون الطماطم، التوابل والخضرة والرز المصري الجميل، قلبتهم وسبتهم 3 دقايق على نار هادية. ده ورق عنب انا كنت مخزناه، بحط عليه مية مغلية علشان يفك ويبقى جاهز للحشو. بحشي ورق العنب بتاعي، بحطه كده فوق كيس زي ما انتوا شايفين، والفه واحدة واحدة، ايوه، علشان يطلع ملفوف ومدملك وكله مقاس واحد. دي قطع الستيك بتاعتي بتبلها، وهتلاقوا الكلام كله موجود عندكم في التعليقات. وادي الليمون، وادي البصل المبشور، بدعكهم كويس قوي في القطع علشان كلهم يتشربوا، وبسيبهم نص ساعة. هاجي بعد كده اروح على البوتاجاز واحط حتة زبدة نيوزيلندي في الطاسة حديد الظهر. نزلت بقطع الستيك بعد ما اتبلت نص ساعة على الطاسة، درجة الحرارة مرتفعة. انا حطيت زيت زيتون عشان الزبدة ما تتحرقش. ليه درجة الحرارة مرتفعة؟ عشان تفضل اللحمة جوسي. بعد كده بجهز الحلة بتاعتي بحلقات من الكوسة والجزر والبصل، وبعد كده بفرد عليهم شرايح الستيك. ببدأ أرص ورق العنب كده، ترصه بقى تمام التمام. هننزل بالشوربة لحد ما الشوربة تغطي المحشي من فوق. بقفل الحلة وبحط غطا علشان أضمن إن السوا يبقى تمام من تحت ومن فوق. أهدي النار وانزل بعصير الليمون. المحشي استوى وهنقلبه. يلا نفتح مع بعض. افتح يا سمسم. الله الله، البخار ده مش طالع من الحلة، لا ده طالع من قلبي يا ناس. ايه الجمال والحلاوة دي. تعالوا بقى نختبر مع بعض السوا. نقطع، اتقطعت بسهولة ومستوية وزي العسل. يلا ناكل من جوه الحلة.